السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإنه من أعظم ما عني به المسلم والمؤمن أن يحفظ دينه كما جاء عن السلف في هذا الموضوع المستفيض، ما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، قال: الإيمان هو رأس مال المسلم. كان يقول سفيان الثوري رحمه الله: أخشى أن ينزع مني الإيمان قبل أن أموت، أخشى أن ينزع مني الإيمان قبل أن أموت. كل هذا من اعتناء السلف بهذا الموضوع المهم، وهو موضوع الإيمان. والإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، كما نص كثير من أئمة السلف على ذلك، كالإمام أحمد رحمه الله، والإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، والإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وغيرهم من أئمة السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه قول واعتقاد وعمل، عكس بعض الطوائف المنحرفة ممن تخرج العمل عن مفهوم الإيمان. وإلا مذهب أهل السنة أن العمل داخل في مفهوم الإيمان. لذلك إذا تقرر هذا عند المؤمن كان عليه أن يحفظ دينه. وإذا تعارض أمر الدين والدنيا قدم أمر الدين. إذا تعارض أمر الدين والدنيا قدم أمر الدين، لأن الدنيا تذهب والدين يبقى، والذي يبقى للإنسان. ولذلك لو كان الإنسان يعمل الأعمال الصالحة من البر والخير وغير ذلك وهو غير مؤمن، غير محقق للإيمان المطلوب، فإن عمله لا ينفعه شيئا في الآخرة، بل يجعله الله تبارك وتعالى هباء منثورا، كما قال سبحانه عن أهل الكفر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لذلك قال العلماء: الكافر مهما قدم من أعمال صالحة في الدنيا فإنه لا يفيده شيئا في الآخرة، وإنما الله تبارك وتعالى يعطيه أجره في الدنيا قبل الآخرة، أما في الآخرة لا يجد شيئا. ودليل ذلك أيضا من السنة ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله وغيره في الحديث الذي قالت فيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله بن جدعان. وعبد الله بن جدعان كان من كرماء العرب، وكان يصنع الجفان الكبيرة، يعني كان كريما، وكان من بني تيم، من إحدى القبائل العربية. فعائشة رضي الله عنها، ولأنها من بني تيم أيضا،
سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت له: يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان وكان، يعني ذكرت فيه أنه كان يعمل أعمال البر والخير والصدقة والكرم وإكرام الضيف وغير ذلك بما كان منتشرا عند العرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. وهذا دليل أن العرب كانت فيها أخلاق طيبة قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أقر هذه الأخلاق التي كانت عند العرب. فقالت له: يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان وكان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لم يكن مؤمنا، كان على الشرك والكفر، لأنه كان على الشرك والكفر لا يفيده ذلك عند الله تبارك وتعالى، ولو كان يعمل ما يعمل من أعمال البر والخير وغير ذلك. ولذلك كان مطلوبا من المؤمن في كل أحواله أن يحافظ على إيمانه. والحي كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيضا في الحديث أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار في آخر حياته فيدخل النار. وأيضا قد يعمل الإنسان بعمل أهل النار ثم يمن الله عز وجل ويوفقه لتوبة نصوح قبل الموت فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ولذلك العلماء يقولون إن العبرة عند الله تبارك وتعالى بالخواتيم، الإنسان قد ينحرف، ولذلك تأتي الفتن فتميز من يثبت ومن لا يثبت، كما قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة قال: وعند الفتن يفتضح خلق كثير، لأن ليس كل الناس تثبت في مواطن الفتن، ليس كل الناس. ولذلك أثبت الناس في وقت الفتن من هم؟ العلماء. أثبت الناس في مواطن الفتن هم العلماء. العلماء لا يتغيرون ولا تتغير أقوالهم ولا مذهبهم ولا منهجهم، بل يسيرون على طريق مستقيم مستطيعين بوحي الكتاب والسنة ليس بالهوى. كما قال الحسن رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: طريق الحق واضح ولكن الهوى فاضح. فعند الفتن لا يثبت كل الناس، إنما تلعب بهم الأهواء، والأهواء هي التي فرقت الناس كما قال العلماء. وإلا الإنسان لو كان يسير على هذا الخط المستقيم طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لما زغت القلوب والأبصار، خصوصا في مواطن الفتن. أقول في مواطن الفتن كما قال أحد السلف رحمه الله قال: الناس أباسية
فإذا نزلت الفتنة والبلاء تباينوا أي اختلفوا. الفتنة لماذا سميت الفتنة بالفتنة؟ تقول فتنت الذهب أي خلصته من الشوائب التي تكون فيه فتميزه، كما قال تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: ليجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ولذلك فإن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا. الإنسان يستطيع أن يفتن في دنيا، والدنيا تزول وتذهب، الدنيا فانية، ولو دامت لك لما دامت لمن قبلك. لكن مصيبة الدنيا أهون من مصيبة الدين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ثم قال: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ولذلك يحذر الإنسان في مواطن الفتنة أن ينغمس فيها، يحذر من طريق الفتنة، لأن هذا الطريق عليه أناس، عليه شياطين، وشياطين الإنس كما قال مالك بن دينار رحمه الله: قال: شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن، فإن شياطين الجن تنصرف وتذهب بالقرآن، أما شياطين الإنس فإنها تزيل الحق أو تدلس الحق بالباطل، تخلط الحق بالباطل، كما يدعو كثيرا الآن من أصحاب المبادئ المنحرفة بما يسمى بوحدة الأديان، فيريدون أن يخلطوا الحق بالباطل والإيمان بالكفر والمسجد بالكنيسة، وهكذا تخلط الأمور على حساب الشرع. لأن الإنسان يكون صارما في مثل هذه الأمور، لا سيما في القضايا التي تتعلق بالعقيدة، لا سيما في القضايا التي تتعلق بالعقيدة. فنحن عندنا في الشرع الذي يشرك بالله تبارك وتعالى يكون عنده خلل عقدي هو أشد من الزاني والسارق وشارب الخمر، لأن مذهب أهل السنة أن صاحب الكبيرة لا يكفر إنما هو فاسق، لكن مذهب أهل السنة وسط، ليس مذهبا تمييعيا كحال المرجئة وغيره، وليس بالشديد والغلو كحال الخوارج وغيرهم ممن شابه طريقتهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة. فيحذر الإنسان من الطرق التي تؤدي إلى الفتنة، لا يصغي إلى كل ناعم، كما قال الحسن رحمه الله، قال: عن الذين يسمعون لكل ناعم، أو كما قال رحمه الله في كلام له. ولذلك يقطع الإنسان باب الفتنة من أوله. وأختم بقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبوك، وهم كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم وأرضاهم. كعب بن مالك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يهجروهم ولا يلقوا عليهم السلام، بل أمر نساءهم أن تلحق بأهلهم حتى يفصل الله عز وجل في قضيتهم. لماذا؟ هذه فتنة لهم، هذه فتنة ليرى هل يثبتوا أو لا يثبتوا. قال كعب رضي الله عنه: كنت أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم آتي أجلس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأسلم عليه، يقول: فلا أدري أرد علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام أو لم يرد عليه. ويذهب إلى السوق يرى أصحابه يسلم عليهم
لا يردون عليه السلام، حتى ضاق به الأمر ذرعا وضاقت به الأرض كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى. قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. في هذه المرحلة أرسل أحد الملوك الكفرة رسالة أو كتابا، يعني رسالة مكتوبة إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، وهذا هو موطن الفتنة. أرسل له رسالة يقول له فيه: بلغنا أن صاحبك، يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس قد هجروك وتركوك، وإن الله لم يجعلك في دار مضيعة، فالحق بنا نواسك، أي اترك الدين واترك ما أنت عليه من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحق بنا، أن نعطيك من الدنيا ما رغبت، ومن النساء ما شئت، ومن المتاع ما رغبت. فتنة. الآن بعضنا قد يبيع دينه بسرة دراهم معدودة، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: والله لقد أدركتهم وإن أحدهم ليبيع دينه بتعس من الدنيا، أو كما قال رحمه الله، يعني على أمور تافهة يبيع دينه ويقدم الدنيا على الدين، يقدم الدنيا على الدين. وهذا من الخلل العظيم الموجود في كثير من الناس اليوم. ماذا فعل كعب رضي الله عنه؟ موضوع فتنة. قال: فيممت بها، أي رسالة التنور، أي وضعتها في النار، المكان الذي يطهى فيه الخبز هو التنور، حرقها، لم يلتفت إلى ما أرسل إليه ذلك الملك. أرأيتم كيف يثبت الرجال في مواطن الفتن؟ يقطعون باب الفتنة من أوله، لا يستقصي الإنسان، لا يقول أنا أدخل وأرى وأكتشف غير ذلك، بل جاء عن بعض السلف أنه حتى لو كان يقرأ عليك القرآن صاحب بدعة فلا تستمع له، حتى القرآن بهذه الدرجة لا تستمع له، قد تتأثر بما يقول. الله عز وجل قال في كتابه الكريم، قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهو ما يزخرف لك الكلام إلا ليغرك، لتنجذب وراءه وتمشي على طريقته. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما فعلوا. ولكن لماذا أراد الله عز وجل أن يفعله هؤلاء؟ فتنة للناس. ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن الذي يتأثر هو القلب، والشبهات خطافة كما قال السلف. قال الله عز وجل: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فينتبه الإنسان لهذه المسائل ويحفظ أمر دينه، إنه به النجاة، مفتاح الجنة، وبه النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من فتن الشبهات والشهوات. والعلماء يقولون أن فتن الشبهات أعظم من فتن الشهوات، لأن فتن الشبهات تتعلق بالعقيدة وغير ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.